انت ما خايف من الفشل، انت خايف من نظرة الناس. شوف، اغلب الشباب يقولون اني خايف ابدأ مشروعي لان اخاف افشل. بس اذا ندقق شوية راح نكتشف انه الخوف الحقيقي مو من الفشل، لا، الخوف الحقيقي من الناس، من كلام الناس، من عيون الناس، من تصرفاتهم بعد الفشل. خايف من امك تقول لك ارتاحت، مو قلت لك لا تفتح هذا المشروع، شو ما عرفك انت. خايف من صديقك اللي يقول لك او يضحك عليك ويقول لك ها شو رجعت لي ورا. خايف من واحد ترسل له رابط مشروعك ورابط المنتج وما راح يشترك عندك. وخايف من اللي بعده ينزل منشور يقول لك شجعني شجعني بس ما حد يشجع، تقول خاف انا ما تصير مثل هذا. الكاتبة ميل روبنز تقول مو كل خوف هو علامة خطر، اغلب المخاوف هو جهاز انذار نفسي اللي دائما معك من الخطوة اللي راح تغير حياتك. الخوف هذا مو ضدك، هو اختبار. اذا كسرت هذا الخوف راح تبدي حياة جديدة، واذا رجعت كل شيء ما راح يتغير، راح تبقى مكانك وتدور على حجة جديدة كل سنة حتى تفتح مشروعك. الكاتب توني رابنز من أجرى المدربين العالميين المحفزين يقول أكبر سجن بالعالم هو رأي الناس، وأكبر حرية هو لما أنت تبدي تتحرك وإن كنت خايف. ترى الناس دي يشوفوك بس ما حدا راح يتحمل النتيجة وياك. يعني إذا نجحت كلهم راح صفقوا لك، ولكن إذا فشلت أنت اللي راح تدفع الثمن لوحدك. فليش تنتظر رأيهم؟ ليش تنتظر موافقتهم؟ ليش تخلي أحد يحدد لك قيمة، يحدد قيم لأحلامك؟ الكاتب ستيفن بيرسبل مؤلف كتاب حرب الفن يقول الخوف هو بوابة العمل الإبداعي. كل ما زاد مخاوفك يعني أنت على حافة التغيير، فالتغيير حلو راح يصير في حياتك، بس انت خايف تطلع من منطقة الأمان. واصل إلى حافة النجاح، حافة النسخة الجديدة من نفسك، بس خايف. يعني الشعور هذا اللي انت تحس به هسه مو عيب ولا دليل على الفشل، بل هو أقوى علامات على أنه انت إنسان حي وعندك شيء كبير بداخلك، عندك رؤية جديدة، عندك حلم، عندك طاقة، عندك شغف، عندك أمل، بس خايف. فهنا الفرق بين الناجحين والفاشلين مو الخوف، لا، الكل يخاف، حتى أنا خايف. هسه أنا من جالس أمام هاي الكاميرا خايف تنطفي الكهرباء بس الناجحين يقررون يشتغلون حتى وهم خايفين. وانت يا عزيزي المتابع شو وقت راح تبدي؟ شو وقت راح تعطيني لايك وتشارك هاي الحلقة مع شخص بحاجة لهاي الحلقة؟ شو وقت راح تكسر هذا الخوف؟ شو وقت راح تتحرك خطوة للأمام؟ لأن إذا ظليت تنتظر الوقت المناسب اللي عمره ما راح يجي، صدقني ما راح يجي. كل مشروع ناجح يبدأ بخطوات بسيطة، يبدأ بفكرة بسيطة أصلا موجودة في الأسواق، يبدأ خطوة مليانة شك، بس وراها اكو فد ايمان داخلي، اكو فد صوت يقول لك تحرك، تحمل، راح تتألم، راح تصير لك مشاكل، بس هاي الآلام، هاي المشاكل جزء من الطريق. فاليوم مو مطلوب منك تبني شركة ولا مطلوب منك تحقق $1,000,000، بل مطلوب تتخذ اول خطوة وتخلي الخوف وراك مو قدامك. لأن يعني إذا تبقى تنتظر الجاهزية والكمالية والمثالية والوقت المناسب عمرك راح يخلص وانت بعدك تنتظر. شوف، اكو فكرة غلط مترسخة براس كل شاب يريد يفتح مشروع، فكرة تقول انت بعدك مجهز. يعني اصلا شنو مو جاهز؟ وين مكتوب انه انت لازم تكون جاهز؟ وين اكو قانون يقول لك انت لازم تكون جاهز؟ اصلا جاهز شنو يعني بعدك ما تعرف كل شيء؟ يعني ما عندك ميزانية كبيرة؟ يعني ما متأكد من فكرتك؟ روح اتأكد من فكرتك لعد. يعني ما متعلم كل ادوات السوق؟ اختار اداة واحدة تريد تبدي بيها وتعلمها. فهاي الفخوخ تخليك تقول أنا أحتاج أتعلم أكثر وأكثر وأكثر، أحتاج أجهز أكثر أكثر أكثر، أتعلم أكثر أكثر أكثر، أقرأ كورسات، دورات، مهارات اللي أكثرتها ما راح استفاد من عندها.
بس اسمح لي اقول لك الحقيقة الصادمة، انت ما راح تصير جاهز 100%. لو شنو ما سويت، لو ايش قد ما قريت، لو ايش قد ما حضرت دورات. ليش؟ لان الجاهزية الكاملة وهم، دوخة، دوخ نفسك، تعيش بوهم. وهنا الكاتب ريد هوفمان مؤسس لينكدين يقول: إذا ما حسيت بالخجل من النسخة الأولى من مشروعك فأنت بديت متأخر. يعني المشروع لازم يبدي وهو ناقص، لازم تبدي وانت بعدك تتعلم، انت بعدك تكون في النسخة الأولى من مشروعك، نسخة 0.1. لازم تنسد السوق قبل لا تصير مثالي، لأن اللي يتعلم من التجربة راح يوصل أسرع من اللي يخطط 3 سنوات بدون أي خطوة. تدري أكو ناس صار لهم 5 سنوات يخططون، يريدون يصير عندهم كل شيء مرتب، بس السوق سبقهم والأفكار تغيرت والاستراتيجيات تغيرت والخطط تغيرت والسلوك المستهلك، كل هذه الأمور تغيرت، هم بعدهم يجهزون نفسهم. الكاتبة ماري فوردو مدربة بز عالمية تقول: الوضوح يجي من الحركة مو من الانتظار، الحركة دائما بالبركة. يعني التحرك هو اللي ينطيك الفهم، مو التحليل الزايد ولا الخوف ولا قراءة طن من الكتب ولا قاعدة الموبايل والبحث اللي ما راح يخلص. فاليوم لازم توقف لحظة وتسأل نفسك، هل أنا تنتظر المثالية الكمالية؟ لو أنا جاي استخدمك عذر حتى شنو أبقى مكاني، أبقى في منطقة الأمان. وبهالنقطة بالضبط أريد منك تكتب لي بالتعليقات شنو الشيء اللي دا تنتظر حتى تبدي. خلينا نكسر أنا وياك هذا الانتظار. وأريدك شارك هاي الحلقة يا صديقك اللي دا يقول لك هسه مو وقته، شو وقته ما أعرف، دزي لك ولا شو وقته، خذها اكتب له هاي لك، لا تبغى تنتظر، وخلي يشال هاي حلقة وياك. وإذا تعرف شخص آخر، ما أعتقد بشخص آخر، المهم إذا تعرف شخص بحاجة هاي الحلقة شاركوا وياه حتى يعرفون بأنه المثالية والكمالية وهم لازم يبدون، جاهزية وهم لازم يبدون. الكاتب باري فيتشيش يقول البزنس الكاتب قاري يقول البزنس ما ينتظر المثاليين، البزنس يحب اللي يتحرك بسرعة ويتعلم بهذا الطريق. فاريدك تشارك وتعلق على هذا المحتوى حتى أن وياك نغير طريقة تفكيرنا ونتخلص من هذا الخوف ونحول الخوف إلى الفعل، ومن الانتظار نتحول إلى الانطلاقة الحقيقية. وتذكر أنت ما محتار، أنت فرقان بالتفكير الزايد. شوف، أغلب اللي يريد يفتح مشروع مدى يتأخر لأنه ما يعرف شيء، هو ده يتأخر لأنه يفكر زيادة عن اللزوم، يفكر بكل خطوة، يفكر بكل مشكلة ممكن تصير، يفكر بشلون لو فشلت، شلون لو صار فلان شيء، يفكر بخطة أيوب بيوسف حتى يمكن خطة زد عنده، وبالنتيجة يضيع بين أفكاره وينجمد مكانه. الكاتب تيم بريس يقول أكبر مضيعة للنجاح هي لما يكون عقلك مشغول بكل الاحتمالات اللي ما راح تصير، بس انت تشوف هواية افلام وتصور بانه راح يصير وياك. بس المشكلة انت ما مسوي ولا خطوة وقاعد منتظر هاي المشاكل تصير وياك، تقوم تحرك تسوي له شغلة. المهم فالفكرة هنا مو انك تجهز نفسك اكثر من اللازم، الفكرة انت توقف وتقول هسه راح ابدي والباقي يعني اتعلمه بالطريق. لان تفكير الزايد يخليك تتعب قبل ان تبدي، تحس كل شيء صعب، تحس كل شيء لازم يكون مضبوط من أول مرة، وهذا كله وهم. الكاتب جيمس كلير مؤلف كتاب العادات الذرية يقول ما مطلوب منك تخطط سنة كاملة، بس مطلوب منك تخطي أول خطوة. شو وقت اليوم هسه بعد انت تخلص هاي الحلقة، مو تروح الحلقة وتروح، لا كمل الحلقة لأنها بعدين قوم سوي لك شغلة. لأن إذا بقيت تنتظر تبني الخطة الكاملة راح يسبك اللي بدأ بخطوة واحدة، ومع الوقت لك صار حوت بعد ما توصل له. إذن اللي بدأ وهو مو جاهز راح يصير جاهز من خلال التجربة. أما أنت يا حبيبي اللي جالس تفكر يا فيلسوف راح تضيع عمرك. الكاتبة إليزابيث جيلبرت مؤلفة كتاب طعام صلاة حب تقول كل الناس ينتظرون الإلهام، هذا الوهم الحافز، بس اللي ينجح هو اللي يشتغل والإلهام متأخر عليه واقف بالازدحامات. يعني حتى لو
ما عندك وضوح، حتى لو عندك شوية شك، ابدأ تعلم من الخطأ، مو من انتظار، مو من قراءة الكتب، لا ابدأ. انتوا كلكم جاهزين من كثرة المعلومات اللي سمعتوها في اليوتيوب وفي الدورات وفي الانستغرام، جاهزين كلكم جاهزين للانطلاق. فاذا انت هسه ضايع بين فكرة وفكرة، محتار من تبدي، اسأل نفسك شنو اول خطوة بسيطة اقدر اسويها اليوم، مو الشهر الجاي، مو بعد هاي الدورة، مو بعد، هسه اليوم. ولا تنسى يا حبيبي، العقل يحب يفكر ب100 احتمال، بس الحياة تتحرك بخطوة واحدة. العقل خصوصا عند الأذكياء يفضل التعلم على العمل، هذا واحدة من فخوخ اللي العقل يخلي نفسه بيها. النجاح مو حظ، النجاح يصير لما تبني مشروعك مثل ما تبني جيش، فالنجاح متعب والعاقل يريد يهرب من هذا التعب ويخليك في التعلم. شوف يا حبيبي، العالم اللي تشوف على الانستغرام، على اليوتيوب او في التيك توك، اي مكان، اللي يقول لك انا حبدي مشروعي او بديت مشروعي من لا شيء وشوف ارباحي، شوف طن الفلوس اللي عندي، ترى مو كلهم يحشون الحقيقه. النجاح مو صدفه، النجاح مو فلوق، النجاح مو ريزو يصعد، مو تنزل في البوست وتصير ترند، لا ابدا. النجاح الحقيقي يحتاج شغل يومي، يحتاج تعلم، يحتاج صبر، ويحتاج عقليه قائد اللي يقدر يتحلم من الألم والمشاكل، مو العامل. الكاتب سايمون سينج يقول إذا تريد مشروع طويل المدى لازم تبني أساس طويل المدى أول. يعني لا تبني شيء هش، لا تنبهر بسرعة الانطلاق، ولا تطيح بأول مطب. أنت مو مجرد شخص عنده فكرة، أنت مشروع، أنت قائد. والمشروع مثل السفينة، إذا ما بنيته صح من البداية راح تغرق بهذا البحر المنافسة. الكاتب بيتر دراكر أبو الإدارة الحديثة يقول المشروع ما يحتاج أفكار عبقرية، المشروع يحتاج نظام واحد. شنو هذا النظام؟ مسؤولية وخطوات متتابعة، مسؤولية والابتكار، مسؤولية والإبداع. يعني مو شرط تكون أذكى واحد، بس لازم تكون أصر واحد، أوضح واحد، أكثر واحد ينفذ يوميا، حتى لو شوية، حتى لو نص ساعة، حتى لو ساعة، حتى لو عمل عميق اللي هو عبارة عن 90 دقيقة، تخلي على هذا مشروعك راح تشوف معجزات خلال سنة. أقل الشباب يتخيل المشروع مثل مغامرة وحب وونسة، بس بالحقيقة المشروع حل المشاكل. يقول لك هو يشبه تأسيس جيش، لازم تخطط، لازم تدرب، لازم تختار السلاح الصح للمنافسة، تعرف شلون تتعامل ويا كل هجمة اللي ممكن تجيك. الهجمات عبارة عن قلة مبيعات، تعليقات سلبية، تأخير الشحن، مشاكل التمويل، سعر المنتج يصعد، مشاكل الترويج، كل هذين الأمور أنت لازم شنو تتعلم تتعامل وياها. شو قد تتعلم أنت بدي تشتغل، مو في القراءة أبدا. وحتى تصير جاهز لهذا الشيء أنت ما تحتاج $1,000,000، ما تحتاج مكتب، ما تحتاج علاقات مثل ما البعض يدعي، انت تحتاج تبدي وتتعلم يا حبيبي. تأسس مشروعك بنظام واضح يتكون من خطوة بخطوة، خلي هدف، خلي استراتيجية، ولكن ابدي بخطوة بخطوة. وهنا اريد اساعدك بخطوة حقيقية، انطيك منتج مدرسة إدارة الأعمال، الدليل العملي للانطلاق. إذا عندك براند وتريد تطلق هذا البراند، فهذا المنتج مناسب لك. منتج راح يشرح لك شلون تطلع فكرتك، شلون تبني العرض مالتك، شلون تختار الجمهور الصح، شلون تبيع أول خدمة أو أول منتج، وشلون تحول كل فكرة، كل خطوة صغيرة إلى أساس متين بالبزنس مالتك. الكاتب أليكس هارمونز يقول أول $1,000,000 تجيبه من مشروعك راح تغير نظرتك للحياة كلها. فلا تبغى تتفرج، انت ما تحتاج تكمل دور مدتها سنة، انت محتاج تبدأ بأول خطوة بنظام يخليك تكمل وتوقف. فهذا المنتج مناسب لكم وسعر مناسب ومصمم خصيصا للشباب اللي يريدون يبنون شيء حقيقي. مشروعك يستاهل تنفذه وتنقذه من الفوضى، وأحلامك تستاهل تعيشها وانت صاحب هذا المشروع، مو مجرد متفرج.